النقطة اللي هي الخطيرة جدًا واللي أنا فعلًا عايزة أسأل فيها الأزهر الأزهر ودار الإفتاء وكلام زي ده. هو بصراحة يعني أنا مش عارفة أجيبها إزاي، بس فعلًا أنا مستغربة، يعني أنا مش مستغربة، كلمة مستغربة دي كلمة cute جدًا على اللي أنا حاسة بيه في الوقت الحالي، أوكي، أنا مصدومة. أوكي، دايمًا تقولوا الإسلام كرّم المرأة، مع إن أنا لا أؤمن بهذه المقولة دي خالص، المقولة دي أصلًا المفروض تنتهي أصلًا، لأن يعني الست مكرّمة من آلاف السنين أصلًا يعني، ربنا ما خلقهاش ورماها في الأرض كده، أوكي، طبيعي إنها مكرّمة من زمان، فما فيش حاجة اسمها الإسلام كرّم المرأة، لا هي actually كانت مكرّمة، بس ما علينا، هنمشي معاكم وهنقول الإسلام كرّم المرأة. أنا ممكن أعرف ما هو التكريم في هذا القانون يا شيخنا، يا شيخ الأزهر أو whatever؟ أنا بصراحة وقعت على جريمة بالصدفة الشديدة جدًا، أنا دلوقتي بقيت active جدًا على السوشيال ميديا، فباضطر إن أنا بادخل فغصبٍ عني أقرا حوادث، ففي حادثة شدّتني جدًا الله يرحمها، هي ماتت ب44 طعنة وكانت حامل، أوكي، بعد 3 شهور فقط من الزواج. ف دلوقتي اتحكم عليه من مؤبد ل5 سنين مشددة. أنا بصراحة لمّا قريت حاجة زي كده أنا اتصدمت بصراحة، يعني أنا اتصدمت جدًا. فرجعت وقعدت أدوّر على حيثيات الحكم، أدوّر ليه السبب، وأنا بصراحة يعني برضه أعرف ناس في مصر، فأنا حاولت إن أنا أتواصل معاهم عشان أفهم إزاي حد ياخد من مؤبد ل5 سنين. يعني مثلًا هنا لمّا ده بيحصل بياخد أقصى العقوبة أو بيروح مستشفى الأمراض النفسية لغاية ما بيموت، قولًا واحدًا، هو ما بيبقاش مستشفى، بتبقى سجن مقفول، سجن مستشفى، فبيكون أسوأ حالًا من السجن، قولًا واحدًا يعني. أوكي، فإزاي القاضي اللي هو مفروض قاضي في مصر يحوّل الحكم من مؤبد ل5 سنين مشددة. رُحت وقعت على هذا القانون اللي هي قانون العقوبات المصري رقم 60، إن أي شخص يرتكب جريمة بمقتضى الشريعة، يعني حتة مستمدة من الشريعة الإسلامية أو بمقتضى الشريعة دي، هي دي أكتر حاجة لفتت نظري، يعني ده مش قانون مدني كافر، ده قانون إسلامي 100%. عشان بس الناس اللي هي بتقول الغرب سلّع المرأة ومش عارفة إيه، أهو قانون أهو، أنا بس عايزة أعرف الرد على هذا القانون، يعني أنا مش فاهماه بصراحة. أوكي، فمكتوب عملًا، يعني هو مثلًا المفروض إن هو يأدّب مراته، أوكي، يضربها، ماشي، أنا باحب أوي الناس اللي هي بتقول الضرب الفراق اللي هو الطلاق، لأ الضرب هو الضرب، ماشي، أحب الناس اللي هي النكرانيين أو القرآنيين مش عارفة اسمهم إيه، الضرب هو الضرب، فهو ضربها فإيه ماتت في إيده، سواء ابنه أو بنته أو مراته، الذكر بس هو اللي بيطبّق عليه هذا القانون، قانون الرحمة، يعني بيرحموه. أوكي، فالقاضي من حقه إن هو يعني يدّيله عقوبة مخففة أو يشيل خالص من عليه العقوبة. يعني أب يضرب ابنه أو بنته فيموتوا، أو يضرب مراته فيموتوا، أو يحصل لهم عاهة مستديمة، ما يتحاسبش أو ما يتعاقبش قدّام القانون بشكل عادل، ولكن بندّي له رأفة، لإن إيه، أصل هو بمقتضى الشريعة كان المفروض يأدّبهم ويضربهم، بس إيه، ماتوا في إيده. فأنا بس كنت عايزة أعرف أي تكريم يا شيخ الأزهر أو يا دار الإفتاء في قانون زي ده. أنا يعني فعلًا أنا عايزة أعرف ما هذا؟ ما هذا؟ والستات اللي هي بتطلع تقول الإسلام كرمني، أنا عايزة أعرف حد يا جماعة يقول لي ما هذا؟ إحنا مثلًا هنا عندنا في القانون الكافر الفاجر خلاص الغربي، لمّا الراجل بيعمل كده في أولاده أو في مراته، أوكي، بياخد أقصى العقوبة قولًا واحدًا. يعني هو عادةً لو أي حد مثلًا ماشي في الشارع وضرب حد مثلًا، شال له عين مثلًا على سبيل المثال، شال له عينه مثلًا، أوكي، فالقاضي بيشوف لو دي مثلًا كانت أول مرة، لو هو كان تحت ضغوط، فدايمًا بيدّي له إيه، أقل عقوبة، أو اللي هي إيه، مثلًا تبقى مثلًا من 5 سنين ل10 سنين، فيدّي له 5 سنين، يدّي له 6 سنين مثلًا، أوكي، لأن دي أول مرة. أمّا بالنسبة لشريك الحياة أو الأطفال بياخد الأقصى على طول direct كده، على طول direct كده، إن هم بيقول إن الشخص ده المفروض يكون أكثر واحد أمين على الأسرة، فإذا أنت اتجرأت إنك توصل تعمل حاجة زي كده فأنت غير أمين على الإطلاق، فتاخد أشد العقوبات، أنت خطر على المجتمع.
اوكي، ده هنا بيحاسبوه كده. ولو كان بقى شخص مثلا قوي، يعني مثلا لو المحامي اثبت ان هو اقوى بكتير جدا مثلا من الست، ان هو مثلا جسمانه اقوى مثلا من الست، ده يعتبر مصيبه تانية. ليه بقى؟ لان هنا الشخص القوي جدا او الكبير مثلا، او حتى اللي عنده عضلات، او اللي بيشتغل مثلا على المسلز بتاعته او كده، بيبقى قوي جدا، بيعتبر هنا كانه بالظبط معاه سلاح. انت كده معاك سلاح، لان انت عارف ان البوكس بتاعك مثلا مش هيبقى زي البوكس بتاعي انا مثلا. اوكي، انت معاك سلاح العضلات بتاعك، فعشان كده برضه هتتعاقب عقاب اكبر، كانها مسؤوليه. انت اقوى من الناس اللي حواليك، فدي يقع عليك مسؤوليه، مش حاجه يعني ايه تفتخر بيها، لا دي مسؤوليه عليك، بحيث ان انت لو جرأت وعملت حاجه في شخص حواليك، لا ده احنا كده هنعاقبك، مش انك انسان عادي مديت ايدك، ولكن انك انسان، كانك انسان معاك سلاح، معاك سلاح ابيض، معاك سلاح مسدس مثلا ولا حاجه بتضرب ذا سيم، فبياخد برضو اقصى العقوبه. ده الغرب الكافر اللي هو بيسلع المرأة وبيسلع الناس. أنا عايزة أعرف يا شيوخ الأزهر أو شيوخ دار الإفتاء، يا ريت حد بس كده يقول لنا أو يرد علينا يعني إيه هذا القانون. وفي قانون 17 برضو على فكرة نفس الشيء. لكن حالات تانية كتيرة جدا الراجل بينهي حياة الزوجة، وبعد كده في الآخر بياخد وقف تنفيذ أو ما بياخدش أي عقوبة على الأقل محترمة، يعني بياخد له سنة سنتين مش عارفة إيه. أنا عايزة أعرف إزاي؟ ما هذا التكريم؟ ما هذا التكريم؟ احنا برضو لازم نرجع برضو نقول يا جماعة كل الكلام ده خلاص، يعني احنا دلوقتي في 2026 كل حاجة دلوقتي بتدون. اوكي، مش زي زمان. زمان كانوا بيقعدوا يكتبوا ويقعدوا يقولوا، فممكن نشكك في الكلام، ممكن نقول لا ده مثلا ليه وقتها، ده ممكن. دلوقتي خلاص ده موجود في الدستور المصري، ده بيطبق على أرواح بشر عايشة. احنا ممكن نقتلهم وناخد عقوبة مخففة. ليه؟ ده مستمد من القانون المدني؟ لا، ده مستمد من الشريعة الإسلامية. الإسلام أو الشريعة الإسلامية أحل للراجل إن هو يمد إيده على مراته، ينهي حياة أولاده أو مراته، وياخد في الآخر عقوبة مخففة. أنا أتمنى بس إن حد يقول لي ما هذا. يمكن أنا مش فاهمة بصراحة، أو يعني في بوينت أنا مش فاهماها، بس يعني الموضوع واضح جدا. بس يعني كل حاجة قابلة للنقاش، مفيش مشكلة، يعني طبعا اللي ماتوا الله يرحمهم. بس أنا بس عايزة أعرف إزاي أصلا دولة مدنية بقيمة وقوة مصر يبقى فيها قانون زي ده. ده الشيء اللي أنا مش قادرة أستوعبه. يعني أنا لو كنت موجودة في مصر، أنا كنت لميت حاجاتي وهربت حرفيا. ده ممكن أي حد يقتلني وياخد له سنة ولا سنتين. يعني اللي يشفي قلب الإنسان إن المجرم أخذ جزاؤه، لكن كمان هو عارف إن هو مش هياخد جزاؤه. بس فيا ريت بعد اذنك يعني ايه حد كده لطيف لذيذ يرد علينا، عشان نفهم بس كده ايه الدنيا ماشيه ازاي. اتمنى لكم يوم سعيد. باي باي.